في هذا الفيديو نستعرض أبرز الأخبار والتطورات الأخيرة التي تخص المنتخب المغربي وبعض نجومه قبل الاستحقاقات القادمة. البداية مع خبر سار للناخب الوطني محمد وهبي، حيث يواصل المدافع المغربي نايف أجريد سباقه مع الزمن من أجل العودة إلى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في العضلة المقربة خلال شهر مارس الماضي. إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي أكدت في تقرير طبي حديث أن اللاعب يواصل برنامج إعادة التأهيل بشكل جيد، دون تحديد موعد دقيق لعودته إلى المباريات الرسمية. ويسعى أجريد لاستعادة جاهزيته البدنية في أقرب وقت ممكن من أجل العودة إلى فريقه الفرنسي، وأيضا تعزيز حظوظه في استعادة مكانه مع أسود الأطلس بعد غيابه عن المعسكر الأخير بسبب الإصابة. وفي سياق آخر، يستعد المنتخب المغربي للدخول في مرحلة حاسمة من التحضيرات لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الناخب الوطني محمد وهبي يخطط للقيام بجولة أوروبية من أجل متابعة عدد من اللاعبين عن قرب، سواء من العناصر الأساسية أو الأسماء المرشحة لتعزيز صفوف المنتخب. الهدف من هذه الخطوة هو اختيار أفضل العناصر القادرة على الانسجام مع أسلوب اللعب وتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية التقنية والبدنية قبل انطلاق البطولة. ومن المنتظر أن يدخل المنتخب المغربي معسكر إعداديا مهما ابتداء من 25 مايو المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث ستنطلق التحضيرات النهائية قبل السفر إلى الولايات المتحدة. كما سيخوض المنتخب مباراة ودية إضافية لتعزيز الانسجام داخل المجموعة ورفع نسق التنافس بين اللاعبين، مع وجود اهتمام من عدة منتخبات بمواجهة المغرب، من بينها منتخب النرويج. من جهة أخرى، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 24 مايو كآخر موعد أمام الأندية الأوروبية لتسريح اللاعبين الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم، مع إمكانية فرض عقوبات على الأندية التي لا تلتزم بهذا القرار. كما سيسمح للمنتخبات بتقديم قائمة أولية موسعة قد تصل إلى 50 لاعبا قبل تقليصها لاحقا إلى القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا. المنتخب المغربي يدخل هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية في المباريات الودية الأخيرة، حيث تعادل مع الإكوادور بهدف لمثله قبل أن يحقق الفوز على باراغواي بهدفين مقابل هدف بفضل هدفي بلال الخنوس ونائل العيناوي. أما على مستوى الأندية، فقد أثار أداء حكيم زياش جدلا كبيرا بين جماهير الوداد الرياضي بعد سلسلة من المباريات التي لم يقدم فيها المستوى المنتظر. الجماهير انتقدت أداءه في المباراة الأخيرة أمام الفتح الرباطي، حيث بدا بعيدا عن مستواه المعهود وافتقد للدقة في التمرير وصناعة اللعب، وهو ما أثار تساؤلات حول دوره داخل الفريق في الفترة الحالية. وفي خبر آخر، خطف النجم المغربي أشرف حكيمي الأنظار مع باريس سان جيرمان بعد وصوله إلى المباراة رقم 200 بقميص النادي. وخلال احتفال داخل غرفة الملابس، طلب حكيمي بشكل مازح من المدير الرياضي للنادي لويس كامبوس منحه عقدا جديدا، وهي لحظة أثارت الكثير من الجدل، خاصة مع تزايد الأخبار حول اهتمام ريال مدريد بإعادته مستقبلا. ورغم أن تصريحه جاء في إطار المزاح، إلا أن بعض التقارير اعتبرت الأمر رسالة غير مباشرة تعكس طموحات اللاعب ومستقبله المحتمل خلال السنوات المقبلة.